أهلا بكم. جيت اليوم نشارك معاكم قصتي وحكايتي. من بعد ما راجلي طلقني المرة الثالثة، قالوا ليه ما يمكنش تعاود ترجعها إلا ما تزوجت بواحد آخر. وراجلي بقى كيفكر وما لقاش شكون اللي غيقوم بهاد المهمة إلا خوه الصغير، لأنه ما تاق في حتى واحد. قال هذا خويا ومربيه على يدي وما غاديش يقدر يدير شي حاجة اللي غادي تضرنا. سميتي سعاد وفي عمري 40 سنة. تزوجت هادي 15 عام وكنت جالسة غير في الدار، عمرني ما خدمت. كنت عايشة واحد الحياة زوينة مع راجلي وولادي. وهو بصراحة راجلي كان ولد الناس وظريف وكان ميسور وعمرو مرفض ليا شي طلب. كان كل عام كيجيب ليا كادو وكان فاتح ليا كونت في البنك، كيقول ليا ما تعرف الوقت اشنو تجيب. وفعلا ولات عندي فلوس في البنك وعندي ذهب كتير. وكان هو الكبير في خوتو، جوج بنات مزوجين وعندهم ولادهم وساكنين في ديورهم. وهاد خوه الصغير كان خاطب ومازال متزوج وكان يخدم مع راجلي كان كيتيق فيه بزاف. هاد خو راجلي كان عايش غير بوحدو في الدار، حيت عجوزتي وشيخي كانوا متوفيين، وراجلي هو اللي كانت حالته المادية ميسور، وهو كان يعاون خوتو. وانا هاد المسألة عمرها ضايقاتني، كانت بالنسبة لي عادي وعمرني دخلت بيناتهم. راجلي كانوا فيه بزاف ديال المميزات، العيب الوحيد اللي فيه واللي رول لينا حياتنا كاملة هو انه كل ما جوج يهدر على الطلاق. هو كيكون مزيان وفاش كيتعصب ولا يكون عنده شي مشكل عادي بحال اي قاع الناس كيوقعوا بيناتهم المشكل، كيهدر على الطلاق ويقول لي راكي مطلقة. وهذا الشي كان يخلق لينا مشاكل كتيرة، يعني كيكونوا عندنا مشاكل عادية بحال قاع الأزواج، ولكن هو كيتسرع وكينطق ديك الكلمة وكيمشي ويسول شيوخ وكيقولوا ليه باش يحكي ليهم الموقف والحالة اللي كان فيها فاش نطق الطلاق، واش كان معصب ولا كان عادي. هم على حساب الحالة كيحدوا ليه واش داك الطلاق صحيح ولا. وفعلا كانوا جوج مرات صحيح، ولكن المرة الثالثة من طبيعة الحال قالوا ليه ما يمكنش ترجعها. إلا في حالة وحدة، أنها تزوج مرة أخرى وتعاود تطلق عاد تقدر ترجعها. يا ما هدرت معاه ويا ما نبهتو بأن هاد الشي ماشي ديال اللعب، وخصو يتحكم في الأعصاب ديالو، مخصوش ينطق ديك الكلمة غير هكاك وصافي. وبعض المرات أنا كنت كنخليه وكنسد عليا في بيتي غير باش نتفاداه وما ينطقهاش، ولكن هو اللي فيه عمرو ما تبدل. قلت فيه بزاف ديال المميزات، ولكن داك العيب الوحيد اللي فيه غطى على دوك المميزات كاملين ورول لينا حياتنا. ولكن من بعد المرة الثالثة صافي ما بقى حتى حل، وهو ملي سول ولقى الحل ما كانش مقتنع بيه في الأول. اتصل بيا وقالها ليا، قلت ليه أنا شفتي فين وصلتينا، شفتي التسرع ديالك. المهم قال لي دابا اللي وقع وقع، دابا غير فكري معايا في الحل. أنا بقيت يومين كنفكر ومن بعد وافقت. وأنا في هاد الفترة كنت جالسة في داري وما مشيت لا لدارنا لا حتى حاجة، وما كنت معرفاهم والو، وهما أصلا والديا ناس على قد الحال. وهو كان صيفط واحد السيد خدام معاه، خدا حوايجو كلهم ومشى لواحد لوطيل وما بقاش عايش معانا، وبقى كيقلب على شكون هذا اللي غيتيق فيه ويتزوجني لفترة معينة ونطلق. بقى كيقلب ويفكر وما لقاش الحل، وما لقاش هذاك الانسان اللي عيتيق فيه ويأمن ليه انه يتزوجني غير شي فترة ومن بعد يطلقني. وهاد خو راجلي اللي كان خدام معاه كان صغار مني ب10 سنين، وراجلي حكى ليه المشكل وقال ليه بأنه داخ باش يقلب على شي حد ويحل ليه هاد المشكل، ولكن ما لقاش. قال ليه الا لقيته وثقت فيه راني غنعطيه واحد المبلغ مزيان.
غير يوافق ويكون معايا على قد كلمته. راجلي قال لخوه شكون اللي بان ليك من هاد الناس اللي خدامين معانا انه ثقة ونعطيه شوية ديال الفلوس ويقضي لي هاد الموضوع. خوه بقى ساكت شوية وقال لي حتى واحد من هادو ما تثيق فيه. وقال ليه شكون اللي ضمن انه مثلا تقتي في شي واحد انه غادي يبقى معاك على الاتفاق؟ شكون قالك ما يطلبش منك شي مبلغ كبير باش يطلق؟ قال لي خوه عندك الحق، ولكن اشنو غادي ندير؟ خوه قال لي انا عندي لك الحل ديالك عندي. انا غادي نقضي لك هاد الموضوع وما بغيت منك لا فلوس لا حتى حاجة، فترة قصيرة وتقدر ترجع مراتك. ولكن راجلي استغرب من كلام خوه ان خوه هو اللي يقوم ليه بهاد المهمة، وقال ليه واش خطيبتك غتوافق؟ قال ليه شكون اللي غيقولها ليها؟ الموضوع غادي يكون غير بيناتنا حنا بثلاثة، غير نحل لكم المشكل. المهم السيد اقتنع بالفكرة ديال خوه ووافق عليها، وجا راجلي عندي وقال لي بلي خوه كيتيق فيه مربيه، وانا هداك السيد كنعتبره بحال خويا الصغير وانا كبر منه ب10 سنين. وملي جيت عندهم في الاول كان كيعيط ليا غير ختي. المهم انا وافقت على هاد الشي وندير انا وياه العقد باش من بعد يطلقني ونرجع لبات ولادي. من بعد ما سالات العدة جا عندي للدار وفعلا كتبنا العقد. وهداك النهار كنت ديت ولادي عند اختي باش ما يشوفوش امهم كتزوج بالعلم ديال بواهم. وداك النهار درنا العقد وكلهم خرجوا، راجلي السابق وخوه الصغير والعدول وكل شي مشاو بحالهم. وانا اللي غدا مشيت جبت ولادي للدار وبقيت جالسة انا وولادي في داري. وكان الاتفاق بين راجلي وخوه انه يكون طلاق من بعد شهر. وفعلا في هاد المدة من طبيعة الحال انا جالسة في داري وخوه الصغير جالس في دارهم. وهاد الزواج كان غير في الوراق وعمره ما حاول انه يجي لعندي ولا اتصل بيا. من بعد شهر راجلي السابق طلب من خوه باش يطلقني، ولكن للأسف خوه رجع في كلامه ولا واحد آخر، وقال ليه إلا بغيتيني نطلق غادي تعطيني واحد المبلغ. وهداك المبلغ اللي طلب كان كبير بزاف. من بعد ما كان قال لخوه انا غندير فيك هاد الخير بلا حتى شي فلوس. انا ما عرفتش واش في الاول قال لخوه هكاك باش يرجع في كلامه من بعد اولا مشى عاود لشي حد. وهاد الواحد قال ليه باش يستافد من الموضوع ما عرفتش. وراجلي السابق من طبيعة الحال رفض يعطي لخوه لهداك المبلغ وتخاصم معاه. وراجلي الحالي مشى من عند خوه ما بقاش خدام معاه وقفل التليفون ديالو وما بقيناش عارفين كيفاش نوصلو ليه وما بقينا عرفنا عليه والو. وحتى من دارهم ما بقاش ساكن فيها، مشى وغبر وقفل التليفون ديالو. انا حاولت بزاف نتصل بيه وما وصلت لوالو، حتى لواحد النهار اتصل بيا هو كيعتذر مني بزاف وطلب مني واحد المبلغ باش نعطيه ليه، وحلف ليا انه غادي يطلقني. وانا ثقت فيه ومعرفتش علاش ثقت فيه، ولكن داك الحلوف وديك الهضره ديالو خلاوني نثيق فيه. المهم قلت هو ان هاد المشكل يتفك غير بيني وبينه، نعطيه ديك الفلوس. وهو كان عارف ان اخوه كيعطيني الفلوس وعارف عندي الذهب وديما كنت نلبس الذهب ديالي. ومن بعد ما سحبت الفلوس ديالي من البنك وصيفتهم ليه عاود رجع لعادته، قفلت التليفون وما بقينا عرفنا عليه حتى حاجة وما جاش كيف وعدني باش يطلقني. واضطريت انني نحكي لراجلي السابق اشنو دار خوه. قال لي علاش ما تشاورتيش معايا؟ انا يسحاب ليا غادي يتفك هاد المشكل وغنتهنى. ولحد هاد الساعة داز عام على هاد الزواج وراجلي السابق تسنى حتى عيا وعاود حياته وتزوج وما بقاش قاع كيتسوق لينا. هو فعلا كيصيفط ليا المصروف ديال ولادو
ولكن ما بقاش مسوق ديك الموضوع ديال خوه انه يطلقني ولا لا، ما بقاتش مهمة بالنسبة ليه. انا اللي بقيت واحلة ومعلقة في هذا المشكل. كنفكر نبيع الذهب ديالي ونكمل ونعطيه داك المبلغ اللي كان طالب من خوه باش يطلقني ونتهنى من هادشي. ولكن خفت نغامر بديك الفلوس والذهب ديالي وياخد الفلوس ويرجع تاني في كلامه بحال المرة الاولى. وسمعت انه حتى هو تزوج وراجلي السابق تزوج، والخاسر الوحيد في هذا الموضوع كامل هو انا. لا استفدت بفلوسي بقاو ليا، ولا استفدت انني رجعت الراجل اللي هو ابو ولادي. كل واحد فيهم دار حياته وانا اللي بقيت ضايعة في هادشي كامل بيناتهم. وهنا تسالات قصتي وحكايتي، حكيتها ليكم باش تنصحوني وتقولوا لي اشنو ندير مع خو راجلي وكيفاش نتطلق منه. وهنا تسالات قصتي وحكايتي، حكيتها ليكم باش تاخدوا منها العبرة. كنشكركم على حسن استماعكم وخليتكم على خير.